لو بتعاني من تنميل، وخز أو حرقان في الأعصاب، الشرح ده عشانك. يعني بتحس بتنميل في إيدك أو رجلك أو يمكن ألم شبه الكهربا كده؟ الحل ممكن يكون في قرص واحد بس اسمه ميلجا أدفانس. ميلجا أدفانس ده عبارة عن مقوي للأعصاب تركيبته كلها فيتامينات بي مركزة. طب إيه اللي بيخليه فعال قوي كده؟ جواه 3 أبطال أساسيين للأعصاب. أول بطل معانا هو فيتامين بي 1 في صورة اسمها بين فوت يمين، ودي امتصاصها أحسن بكتير. البطل التاني هو فيتامين ب6، وده ضروري عشان الأعصاب تقوم بوظيفتها صح. وبيكمل الفريق فيتامين بي 12 المتخصص في إصلاح وتجديد أي خلايا عصبية تالفة. التلاتة دول سوا بيغذوا العصب، يقللوا التهابي ويصلحوا أي تلفي. عشان كده بيستخدم في حالات التهاب الأعصاب، التنميل، وحتى مشاكل أعصاب السكر. والفرق بينه وبين ميلكا العادي إن الأدفانسد تركيز الفيتامينات فيه أعلى للحالات الأشد. جرعته في الغالب بتبقى قرص مرة أو مرتين بعد الأكل، وطبعا ده بيحدده الدكتور. نيجي بقى للأعراض الجانبية. الخبر الكويس إنه بشكل عام يعتبر آمن جداً. نادراً جداً ممكن يسبب شوية غثيان أو لخبطة في المعدة أو يمكن حساسية بسيطة. مهم نعرف مين ما ينفعش ياخده. أي حد عنده حساسية من فيتامين ب، والحوامل والمرضعات لازم يرجعوا للدكتور. وهنا في نصيحة صيدلانية مهمة. ميلجا بيساعد العصب بس مش بيعالج سبب المشكلة الأساسي. الخلاصة، ألم الأعصاب والتنميل ده إشارة ما ينفعش نتجاهلها أبداً. وميرجا أدفانس ممكن يكون خطوة مهمة جداً في خطة العلاج اللي الدكتور بيحددها. عايزين تعرفوا الفرق بينه وبين أدوية الأعصاب التانية؟ قولوا لنا في الكومنتات. وما تنسوش اللايك والاشتراك عشان المعلومة الطبية البسيطة توصلكم أول بأول.